لما يدوق عندك المخلل الزيتون كده والليمون ويطلبوه منك ويقولوا لك اعملهن انت من ايدك، يبقى طعمه عامل ازاي؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. عملت اللهم بارك الكميه ديت وطالعه بالف هنا وشفا للي ياكل. وانا عملت ليا انا ايه حاجه كده ايه صغننه اللي بعملها معاك كل سنه. البرطمان دوت ودول الشويه اللي بقوا من السنه اللي فاتت. بص الزيتونه زي ما هي كده ماسكه نفسها وقوامها وتحفه جدا، ولا الفلفل اللي انا كنت حاطاه. عايزه اقولك لو حراق وانت مش بتحبي الحراق مش هتدوقي طعم الحرقيه الا لو انت قطعتيه مكعبات كده في قلب المخلل ذات نفسه. بص الزيتونه طالعه عامله ازاي مقرمشه وتحفه وماسكه نفسها لاخر وقت من السنه للسنه، وعدت السنه كمان وبرده ماسكه نفسها وبالشكل التحفه اللي انت شايفاه. وده البرطمان الجديد اللي انا عملته. تعالوا نشوف الطريقه بتاعته سهله وبسيطه وما فيهاش اي افتكاسات وبابسط الامور. يعني الزيتون دوت إيه انت جيبيه بقى اخضر، انا كنت حاطاه كده ايه بقى 10 ايام في ميه وملح. غير معايا اللون كده وبقى جميل جدا. ممكن انت تعمليه، انا قبل السنه اللي فاتت عملته اخضر زي ما هو، يا دوبك فتحته بس وكده وغسلته وعملت المخلل على طول. لايك وشير وسبسكرايب للقناه وما تنسوش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا نشوف مع بعض ايه الطريقه بتاعتنا. الزيتونه بتجيبيها كده وتعملي فيها ايه فتحه كده بالطول في الزيتونيه. ان كانت خضرة لسه جايباها طازة فريش برضو نفس الكلام، اعملي فيها الفتحة كده واغسليها غسلة حلوة. والليمونة 4/4 مفصولة من بعضها. تمام. وهتعملي تعملي الكمية دي كلها الليمون 4/4. والزيتون هتعمليه فيه بس ايه الفتحة اللي هي ايه, إيه من جنب واحد كده بس بالطول كده بالسكينة تعملي فتحة طوالي. تمام. اكتر من كده مش هتعملي في الليمون وفي الزيتون. وبعد كده بعد ما نخلص الكمية هنشوف مع بعض هنعمل ايه. زي ما قلت لك فتحة واحدة اهي بالطول كده. تمام. هنا معايا الفلفل، فلفل احمر دلوقتي كتير في السوق. هتجيبي فلفل بلدي عادي، عايزه تجيبي الفلفل اللي هو الالوان احمر برضو بس هاتي. يعني انا جبت من ده وجبت من ده. تمام. هتنضف كده نشيل القمع بتاعه. حابه تشيل البذر شيليه، مش حابه تشيل البذر افرميه بيه عادي خالص. مش هيعمل اي حاجه، مش هيضر المخلل ذات نفسه في حاجه يعني. بس الناس في ناس ما بتحبوش جوه المخلل. تمام. نطفت كده ايه نضفت كده جزء وحطيت عليه معلقه ملح مليانه وهضربه كده ايه في الكبه. فرم ناعم، انا عايزه افرمه ناعم. بعد ما افرم كمان هقطع واكمل الكميه دي عليه. يعني انا ايه كل ما بتفرمي كل ما بينزل تحت، فبتنضفي وتحطي ايه تاني عليه. هكمل بقى الكميه كده لحد ما املاه. هنا ده البرطمان بتاعي اللي انا هعمله. تمام. غسلاه ومظبطاه وكنت عامله فيه السنه اللي فاتت فضيت اللي كان فيه في العلبه زي ما شفت في اول الفيديو وغسلته وسبته كده تمام. هنا الليمون والزيتون جاهزين وفرمت زي كيلو الا ربع من الجزر كده على ايه على ال2 كيلو ليمون وال3 كيلو زيتون. حلو كده. هنقلب كده ايه او مثلا 2 و2. يعني ممكن انتي مثلا ايه توسطنيها اللي بتحبيه اكتر. هنفضي كده الفلفل مع الجزر مع الزيتون والليمون. هنا ايه, معلقتين توم كبار، معلقتين ملح او 3 كبار عصفر وحبة البركة ومعلقة كمون كبيرة. عايزة اقولك بتخلي ريحته حلوة قوي قوي. تمام كده قلبت كله مع بعضه زي ما انت شايفة كده بالحلاوة والشكل يفتح النفس. اهو بصوا شكله يفتح النفس. وعايزة اقولك ريحته كمان خطيرة خطيرة. تمام. هنا هنجيب بقى البرطمان بتاعنا وهنحط فيه الزيتون كده. بنحط من غير ما تحطي محلول او تحطي اي حاجه، حطي على طول الزيتون بتاعك في البرطمان. والفلفل ممكن تحطيه كده في الجناب او تحطيه في النص او تحطيه على الوش حسب ما انت عاوزه، يعني حسب ما انت حابه. بص كده الفلفل انا هحطه كده ايه كشكل تزيين يعني في الجناب. بس عايزه اقولك الفلفل الحراق بيحفظ المخلل لوقت طويل جدا جدا، ما يبص منك ولا اي حاجه خالص. هنا كنت خلاص قفلت البرطمان. وهنا اللي اتبقوا في الصينيه حطيت عليهم شويه ميه وحطيتهم كده ايه في الشفشق بتاع الكبه. وحطيت عليهم الملح. الملح حسب الكميه اللي انت حطاها. يعني انا مثلا البرطمان ده 2 كيلو و2 كيلو اخدوا مني كيس من اللي هو كان بيتباع بجنيه ده يعني مثلا. يعني ايه كيس الا ربع كده اخد معايا. وانت بعد 3 ايام بتفتحي عليه وبتدوقي المحلول بتاعه ان كان مظبوط ولا مش مظبوط. لو مش مظبوط زودي الملح،
مظبوط، اقفلي عليه وسيبيه بقى لحد ما تفتحيه عليكي بخير في رمضان. كده حطيت المحلول بتاعه وسبت زي 2 سنتي، زود توم زيت، وجبت كده ايه فصين 3 من التوم، وبظهر السكينه كده واتكي عليها تتفلق معاكي او تتكسر كده بالشكل دوت. تيجي حطاها كده ايه على وش البرطمان، ينزل الزيوت العطريه بتاعت التوم فيه، ويفضل طعم التوم فيه لاخر وقت، رغم ان احنا حاطين توم في الخلطه، بس هتحطي كمان على الوش كده ايه فصين 3 زي ما انا حطيت. وده منظر البرطمان، جربوه ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. الطعم حكايه والخلطه تحفه، مش هتعملي غير الطريقه ديت لما تدوقيها وتعتمديها. مع السلامه، كل سنه وانتم طيبين.